صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده فيديو جديد. هنعمل غدا النهارده الجمعه، وكل سنه وانتم طيبين، وكل جمعه وانتم طيبين. هنعمل الغدا بتاعنا النهارده فراخ بالخضار بطريقه سهله، وطريقه اول مره اعملها معاكم، طريقه جميله جدا. هتجربوها هتعجبكم جدا. وعملت كمان زبانخ، وعملت رز بالشعريه ورز ابيض كمان زي ما انتم شايفين اهو. ايه رايكم بقى في الجمال والحاجات الحلوه دي؟ وادي الفراخ بالخضار طعمها تحفه، والخضار استوى معايا اهو زي ما انتم شايفين. اي خضار انت عايزه تحطيه حطي. انا اللي كان موجود عندي بطاطس وبسله، وعملت كمان زبانخ اهي. يلا بينا بقى نبدا الفيديو مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على رسول الله زي ما احنا متعودين. ويا ريت بقى كومنتات ولايكات كده، وشيروا لي الفيديو كده يعني بصوا روشونوني كده، ماشي؟ يلا بينا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض بقى. شكل الفراخ وشكل التقديم بقى حاجة تحفة. طبعا العين بتاكل قبل البق. لما تقدمي بطريقة كويسة وطبق كويس كده وشيك كده، وتحطي الحاجة قدام ولادك، هتحسسيهم ان انتي بتأكليهم في مطعم مش بتأكليهم في بيت. وطبعا عمال ايدك بقى وحاجة تانية احسن من 100 مطعم. لان انت المطعم انت مش عارفة بيعملوا فيه ايه، يعني الحاجة نظيفة مش نظيفة، بيغسلوا الحاجة كويس ولا لا. لا، ده اكل بيتي عاملاه بايدك، وعاملاه تحت عينيكي، وانت شايفة الحاجة عاملاها ازاي وعاملاها بايدك ازاي. وطبعا بقى ايه، بتزوقي بقى، ابدعي بقى لعيالك ولجوزك كده في البيت، فتحسيني انت عاملة حاجة شيك وحلوة وتقديم كويس. زي ما انتم شايفين كده. والفراخ ما شاء الله تحسي انها مشوية في الفرن، فراخ مشوية مش فراخ عاملاها كده بأي حاجة وخلاص، لا، بصراحة كانت طعمها تحفة. ويلا بينا بقى نشوف الطريقة مع بعض. معايا طبعا الفراخ بتاعتي غسلاها ونقعها كويس جدا. معايا فلفل، 3 قرون من الفلفل، 4 بصلات حلوين كبار كده، 4 حبات من الطماطم، 3 فصوص من الثوم. هبدأ اخرطهم كلهم كده طرنشات. خرطي كله بالطريقة دي كده طرنشات رفيعة. وبعد كده هنحط عليهم التوابل بتاعتنا اللي هقول لكم عليها دلوقتي. ودلوقتي والفراخ بتاعتي طبعا انا قطعتها وخليتها زي الفل زي ما انتم شايفينها. غسلتها بملح وخل وليمون ودقيق ونعتها شويه، وبعد كده رحت غسلها تاني وحطيت عليها معلقه جنزبيل بتضيع الزفاره، ما بتخليش الفراخ ما فيهاش ريحه زفاره خالص، تبقى ريحتها يعني بصوا تشمي ريحتها كده ما شاء الله عليها. طبعا هنخرط الخضار كله زي ما انتم شايفين، ومعايا بطاطس ومعايا بسله، لان انا هحط عليه خضار. انا طبعا عامله زبانخ، ففي ناس ما بتحبش الزبانخ، فقلت اعمل لهم مع الفراخ شويه خضار كده للي ما باكلش الزبانخ. وطبعا الكل يعني كلهم حبوا الخضار جدا اللي كان مع الفراخ. زي ما انتم شايفين قطعت البصل وقطعت الطماطم كله. نزلت بقى معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه بهارات، معلقه كركم، وربع معلقه او نص معلقه كزبره ناشفه. وبعد كده دعكت كله في بعضه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. وبعد كده تبلت الفراخ بتاعتي ورصيتها، ادبل الفراخ كده، وادخل التتبيله في قلب الفراخ من جوه، وبعد كده ارصها كده في الصينيه زي ما انتم شايفين. هرص الفراخ كلها بالتتبيله بتاعتها على الصينيه. بعد كده هجيب البطاطس بتاعتي واقطعها قطع صغيره، تقطعيها مكعبات، تقطعيها زي ما تحبي. بس الاول لازم تتبلي الفراخ كويس جدا. دي حاجه سريعه، وطبعا مش هتركنيها بقى لو انت مش حابه، مش ما عندكيش وقت، هتدخليها في الفرن وهتستوي معاكي بسرعه جدا، وهتبقى طعمها حلو زي العسل. بس اهم حاجه دوقي الحدق بتاعها واعرفي انت ايه مظبطه الدنيا في الحدق. يعني لو المعلقه واحده ما تكفيش زودي شويه ملح. آه زي ما انتم شايفين قطعت البطاطس بالطريقه اللي انتم شايفينها دي مكعبات صغيره، يعني مش صغيره قوي، يعني البطاطسيه قطعتها نصين وايه وبعد كده عملتها قطعتها زي ما انتم شايفين. بعد كده احط عليها البسله وهقلبها في قلب التتبيله اللي انا عملتها، وهدخلها تحت الفراخ. دي المفروض كنت انا قلبتها الاول تحت الفراخ، بس المهم ان انا دخلتها تحت الفراخ زي ما انتم شايفين، ورصيت الفراخ تاني فوق منها. وبعد كده هجيب نص كوبايه ميه
ومعلقتين من السمنه. هنزل بمعلقتين من السمنه كده فوق الوش كده على الفراخ، وبعد كده هنزل بنص كوبايه ميه، نص كوبايه بس، كوبايه بتاعت الشاي دي هنمليها نصها. وبعد كده ايه، هتحطي كده شويه بشويه كده في اي في الاماكن كده الفاضيه، وبس. هتغطيها بورق سلوفان وتدخلها الفرن، وبكده الفراخ بتاعتي خلصت زي ما انتم شايفين. هندخلها الفرن بقى، هتاخد حوالي ساعه في الفرن. لو انت عايزه تركنيها على كده نص ساعه او ساعه، عندك وقت تركنيها على كده اركنيها، بتدبل وبتشرب التتبيله بتاعتها وبتبقى طعمها تحفه برضو اكتر كمان. دخلتها الفرن واستوت زي ما انتم شايفين، والخضار بتاعي استوى خالص اهو. بعد كده تعالوا بقى نعمل تركه حلوه خالص، تدي الفراخ بتاعتي لون وطعم، طعم حاجه تانية، توديكي في حته تانية. معايا معلقه صلصه على معلقه كاتشب كبيره كده، معلقه زيت، ربع معلقه فلفل اسود، وربع معلقه بهارات، وربع معلقه ملح. هقلب ده كله كده في بعضه، وبعد كده هندهن الفراخ بتاعتنا بالتتبيله الجميله اللي انتوا شايفينها دي. بتخلي الفراخ تروح في حته تانية، بتديها طعم روعه. خلاص كده قلبناها، تعالوا بينا بقى ندهن الفراخ وندخلها الفرن ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي بعد ما تطلع من الفرن. اللي وصل لحد هنا بقى وما داسش لايك، يا ريت دوسوا لايك. دي مع ربع معلقه بابريكا، قلت احطها كده تدي طعم حلو ولون كمان للفراخ، تزويده كده من عندي يعني. يلا بينا ندهن الفراخ بتاعتنا. هتجيبي فرشه وبعد كده تدهني بيها الفراخ زي ما انت شايفه كده. يا ريت بقى اللي وصل هنا وما داسش لايك او عمل لي كومنت حلو، يا ريت يعمل لي كومنت حلو او تعملي لي كومنت حلو كده، يفرحني ويشجعني عشان ادني مكمله في القناه. عشان يعني ايه، اعمل لكم يعني اي حاجه انتوا تطلبوها مني اعملها لكم. واللي عايز حاجه ان انا اعملها له، يا ريت يكتب لي في الكومنتات ويقول لي انا عايز طريقه كذا، وانا هعمل له الطريقه اللي هو عايزها او الطريقه اللي هي عايزاها. وتشيروا لي الفيديو بقى لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد. ودلوقتي زي ما انتم شايفين دهنت الفراخ اهي، هندخلها بقى الفرن. بس مش هنغطي عليها بورق سلوفان ولا حاجه، ده كده هي الفراخ بتاعتنا استوت. انا مدخلها الفرن عشان تاخد وش بقى، تاخد التحميره كده، الوش الحلو كده، تحسي ان انتي شويها بقى الفراخ مشويه. خلاص يلا بينا ندخلها الفرن بقى. خلاص هندخلها الفرن زي ما انتم شايفين، ويلا بينا نسيبها شويه حوالي 5 دقايق او 10 دقايق، هتطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ايه رايكم بقى في الجمال؟ يلا بينا بقى نغرف الفراخ ونغرف الاكل بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. بصراحة الكل كلب وشبع واتبهر بالأكلة، طعمها حلو وجميل. هي فراخ مش حاجة صعبة يعني، بس لما بتعملي حاجة كده وتبدعي فيها أو تعمليها بحب كده فبيبقى طعمها حلو. وطبعا جبت القالب بتاعي اللي أنا بقى بغرف بالرز، في كل واحد طبق لوحده كده. وحبيت ان انا اغير لهم كده، او انا انوع لهم واحسسهم انهم قاعدين في مطعم، يعني حبيت افرحهم. آه، احط كده النوب مع الرز كده، قارب الرز وشويه خضار جنب منه كده. شايفين الصوص بتاع الخضار تحفه بصراحه، كان طعمه جميل جدا. ايه رايكم بقى في الجمال؟ دوسوا لايك بقى، دوسوا لايك. وادي الزبانخ اهي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش صورتها وانا بعملها لان الكل يعني عارف الزبانخ بتطبخ ازاي. غسلتها ونضفتها كويس، وبعد كده صفيتها كذا مرة، ورحت اخدت تشويحة كده مع بصلاية مع فصين توم الاول، وبعد كده رحت عاملة التسبيكة على جنب. بصلاية حلوة شوحتها، وبعد كده نزلت عليها بالطماطم اتسبكت، رحت منزلاها على الزبانخ، وبعد كده عملت لها الطشه اللي انتوا شايفينها دي. نزلت نصها على الزبانخ كلها، وبعد كده بحط شويه صغيره شويه صغيره على كل طبق كده، بتدي ريحه وطعم حلو. ودلوقتي كده خلصنا الفيديو مع بعض زي ما انتوا شايفين بقى. لايك وشير وشيروا الفيديو لكل اصحابكم وكل اصدقائكم عشان الكل يستفيد. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. هسيبكم بقى مع الجمال والابداع ده. شايفين الابداع؟ شايفين الجمال؟ روعه والله روعه. ودلوقتي زي ما انتم شايفين خلصنا الفيديو مع بعض اهو، زي ما انتم شايفين، وعملنا الفراخ وعملنا الزبانخ وعملنا الرز الابيض. فين الرز الابيض؟
وعملنا رز ابيض، وعملنا رز بالشعريه، رز ابيض عشان الزبانخ، وعملنا رز بالشعريه عشان الفراخ والخضار. حاجه كده تحفه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ وادي الفراخ والخضار بتاعها والصوص بتاعها، شايفين الصوص بتاعها تحفه. والبطاطس مستويه وجميله خالص زي ما انتم شايفين كده. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، ربنا يديمكم ونعمه في حياتي يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.